في الحلقة دي هنتكلم عن السنة القبطية، وهنعرف مع بعض يعني ايه سنة قبطية وعدد شهورها كام وازاي بيتم حسابها وايه هي اسماء شهور السنة القبطية. فعلى السريع خلينا نبدأ. أصل السنة القبطية بيرجع لسنة 1235 قبل الميلاد، لما قسم الفراعنة السنة ل 12 شهر، كل شهر فيها مكون من 30 يوم بالإضافة ل5 أيام كانت بتعرف باسم الشهر الصغير أو أيام النسيء. وفي السنة الرابعة بيتم إضافة يوم لأيام النسيء والمعروفة بالشهر الصغير، وده كان بأمر من بطليموس الثالث في سنة 238 قبل الميلاد، والسنة دي بتكون سنة كبيسة. وعليه السنة القبطية عدد أيامها 365 يوم مقسمة ل 30 يوم في 12 شهر مجموعهم 360 يوم بالإضافة ل5 أيام معروفة بالشهر الصغير أو أيام النسيء، وبالتالي بيصبح أيام السنة القبطية 365 يوم بالإضافة لليوم اللي أمر بإضافته بطليموس الثالث في سنة 238 قبل الميلاد. وعليه السنة القبطية كل 4 سنين بتكون فيها سنة كبيسة. والسنة القبطية بتبدأ في 11 سبتمبر، وأول شهورها شهر توت. والتقويم القبطي بيعتمد بشكل أساسي على التقويم المصري القديم المعروف بالتقويم الشمسي أو النجمي. والفلاح المصري ما زال بيعتمد على التقويم القبطي لزراعة أرضه بسبب ارتباطه بفيضان النيل وجفافه، وبالتالي زراعة الأراضي وحصادها. والمصري القديم ارتبط اهتمامه بمعرفة بداية ونهاية الشهور القبطية لمعرفة حالة الطقس، لأن مع الإحساس بالبرودة الشديدة وانخفاض درجات الحرارة المصريين القدماء كانوا بينتظروا نهاية شهر طوبة، وده شهر من أبرد شهور السنة القبطية، واللي من بعده بيستعد المصريين القدماء لدخول شهر أمشير، واللي فيه درجات الحرارة بتبدأ في الاعتدال رغم أن البلاد بتتعرض خلاله للعواصف المتربة. ومع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة ونسبة الرطوبة المصريين القدماء كانوا بيستعدوا للدخول في شهر توت وبداية عام قبطي جديد. وشهور السنة القبطية كانت بتحمل أسماء مصرية هيروغليفية قديمة، ولكنها تحورت لأسماء قبطية وفضلت مرتبطة بالكثير من الأمثال الشعبية اللي بتعبر عن حالة الطقس بالإضافة لارتباطها بالزراعة. وشهور السنة القبطية 12 شهر بالإضافة لشهر صغير مكون من 5 أيام يعرف بالشهر الصغير أو أيام النسيء. يلا بينا نتعرف عليهم. الشهر الأول من شهور السنة القبطية اسمه توت، والشهر الثاني بابا، والشهر الثالث هطور، والشهر الرابع كياك أو كهيك، والشهر الخامس طوبة، والشهر السادس أمشير، والشهر السابع برمهات، والشهر الثامن برمودا، والشهر التاسع بشمس، والشهر العاشر بؤونة، والشهر ال11 أبيب، والشهر 12 مصري، بالإضافة للشهر الصغير أو أيام النسيء والمكون من 5 أيام. ودلوقتي خلينا نستعرض مع بعض أسماء شهور السنة القبطية والأمثال المرتبطة بها بالإضافة لأصل تسمية الشهر. بيقول لك عن شهر توت اروي ولا تفوت، وده معناها إن الري الكثير للأرض مش هيضرها. واسم توت مشتق من الإله تحوت إله العلم والمعرفة، وهو بيجي في الفترة من 11 سبتمبر ل 10 أكتوبر. شهر بابا بيقول لك عنه خش واقفل البوابة، وده معناه إغلاق الأبواب والمنافذ بإحكام لاستقبال البرد مع قدوم فصل الخريف. واسمه مشتق من هابي إله النيل، وبيجي في الفترة من 11 أكتوبر ل 9 نوفمبر. وشهر هطور بيقول لك عنه أبو الذهب المنطور، وده معناه اصفرار محصول القمح في الغيطان واقتراب وقت حصاده. وبيقول لك عنه كمان لو فاتك هطور اصبر لما السنة تدور. واسم هطور مشتق من أصور إله الحب والجمال، وهو بيجي في الفترة من 10 نوفمبر ل 9 ديسمبر. شهر كياك أو كهيك بيقول لك عنه صباحك مساك تقوم من فطورك تحضر عشاك، وده في وصف لقصر طول اليوم في نهار شهر كياك، وهو مشتق من كهاك عجل أبيس المقدس إله الخير، وده بيجي في الفترة من 10 ديسمبر ل 8 يناير. شهر طوبة بيقول لك عنه يخلي الشابة كركوبة، وده بيعبر عن شدة البرد، وفيه البنت الشابة بتصبح عجوزة لانحنائها في محاولة منها للحصول على الدفء غير الموجود في الجو. وشهر طوبة مخصص للإله آمو إله الطبيعة، وبيجي في الفترة من 9 يناير ل 7 فبراير. وشهر أمشير بيقول لك بيفصص الجسم نسير نسير، وكمان بيقول لك أمشير أبو الزعابير الكثير ياخذ العجوزة ويطير بسبب رياحه الشديدة. واسمه مشتق من إله الزوابع والعواصف، وهو بيجي في الفترة من 8 فبراير ل 10 مارس. وعن شهر برمهات بيقول لك روح الغيط وهات، وده معناه ان موسم الحصاد وجب بسبب ارتفاع درجات الحرارة. واسمه مشتق من كلمة مونت إله الحرب والنيران، وبيجي في الفترة من 10 مارس ل 8 أبريل. وعن شهر برمودا بيقول لك دق العمود، واللي معناه دق سنابل القمح بعد نضجها عن طريق دق عمود وسط الجرن لدق القمح. وشهر برمودا اسمه مشتق من رينو إله الرياح أو إله الموت، وبيجي في الفترة من 9 أبريل ل 8 مايو.
وعن شهر بشمس بيقول لك يكنس الغيط كنز، وده معناه ان بعد موسم الحصاد الحقول بتخلو من اثار الزراعه والحبوب، وهو مخصص الاله خنوسو اله القمر، وبيجي في الفتره من 9 مايو ل 7 يونيو. وعن شهر باونه بيقول لك بينشف الميه في المعونه، بمعنى ان الميه بتنشف من الاواني بسبب الحر الشديد. وبيقول لك عن باونه نقل وتخزين المؤونه للاحتفاظ بها لباقي السنه خوفا عليها من الفيضان الجارف او انقطاع الفيض، وهو بيجي في الفتره من 8 يونيو ل 7 يوليو، وهو مشتق من بازني اله المعادن. عن شهر ابيب فبيقول لك فيه العنب يطيب، وده معناه شهر حصاد العنب، واسمه مشتق من ابيب اله الفرح، وبيجي في الفتره من 8 يوليو ل 9 اغسطس. عن شهر مصري بيقول لك تجري فيه كل ترعه عسري، وده معناه زياده مياه فيضان النيل لدرجه انه بيغمر حتى القنوات الصغيره اللي كانت جافه طول السنه وما بتوصلهاش ميه. واسمه مشتق من مس را اله الشمس، وبيجي في الفتره من 7 اغسطس ل 5 سبتمبر. في امثله تانية بتتقال عن شهور السنه القبطيه، زي ما شفناش في مصر زي مي طوبه ولبن امشير وخروب برمهات وورد برمودا ونبق بشمس وتيم باونه وعسل ابيب وعنب مصري ورطب توت ورمان بابا وموز هطور وسمك كهيك. لحد هنا انتهت الحلقه، اتمنى اكون فدتك بشيء ولو بسيط عن السنه القبطيه وشهورها، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.